الفالنتاين ده 5 انواع. اول نوع البلوجرز والانفلونسرز، في كده 2% منهم والله هم بيحتفلوا طول السنه عندهمش يوم راحه. هو خرجها في مطعم بيلف، انت بقى اشتري المطعم ده اللي هو اشتريهولي. ما هو انت لازم تبقى اللي هو انت لازم تبقى في يوم الفالنتين عامل لها كده طول اليوم طول اليوم والله العظيم عامل لها كده، شايلها بقى كده. عارف لو نزلتها فهم البلوجر والانفلونسر مبوظين الدنيا. وانت كشاب بتسعى ازاي تبقى كرييتيف، يعني ازاي اعمل لها حاجه كرييتيف تبتدي انك تبعد بعيد، تفضل تتنازل عن العادات، بعد كده تنزل عن التقاليد، بعد كده تنزل عن رجولتك، بعد كده كرامتك بقى. انت التنازلات بقى سنه 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 بقيت بتفقد كل حاجه، بقيت انسان مهزأ مالكش لازمه زيك زي الشاحن. الشاحن بتاع انا مش متابع غير هم 2 على الانستجرام، علاقتهم اصلا نشأت على الانستجرام. واحده بتتفاجئ كل يوم، انا هو بيفاجئها كل يوم بصراحه، كل يوم بيفاجئها. بيشتغل امتى بقى، بيذاكر امتى. تخيل تبقى دي شغلانتك، مولود وجاي الدنيا دي كلها عشان تفاجئ واحده مالهاش 100 لازمه. انت كل المفاجآت حصلت على الانستجرام، خلاص احنا هنعمل ايه تاني؟ وفي نوع من الارتباط هم مش بيحبوا بعض بس عايزين نوصل الناس جماعه مرتبطين عشان يتقيموا. ايوه عايز يتقيم، فاهم؟ ما عندهمش شات، عندهم شات على اي ابلكيشن. حبهم كله في بوستات. تتجوزيني؟ نعم اقبل. خلاص بقى منزله بوست نعم اقبل. تخرج بيكتبها لها في بوست ما بيكتبهاش. يا ابني طب ما انت معاك رقمها اتصل بيها. طب هتلاقي على الواتساب. ما فيش عندهم واتساب. في واحد مثلا بيبقى مرتبط بواحده، بيبقى عايز يفاجئها كتير ويعمل لها حاجات كتير والكلام ده كله. عارف ليه؟ عشان هو معجب بواحده صاحبتها اصلا، فتشوف ده يا لهوي الواد ده ومش فهو جاب صاحبتها بالطريقه دي. فاهم انا اقصد ايه؟ بقول لك يبقى كلها ماشيه كده، كلها بقت ماشيه كده، وكلها عايزه توري الدبله. البنات كلها بقت تصور كده. الارتباط يا جدعان يعني هو امر طبيعي عادي. انا ارتبطت بشخص وحبيت، مش لازم بقى نبين للناس كلها يا جماعه احنا بنحب بعض، يا جماعه احنا نازلين، يا جماعه جاب لي هديه، شايف ايه بتخانقنا. حياتكم مش كده يا جماعه. البنات بقت طموحات عاليه بسبب السوشيال ميديا. هو يا جماعه ما فيش كده بصراحه. يعني انا والراجل ده كل معلوماتنا عن 14/2 ان هو لا لسه عارفه دلوقتي عشان اعمل عنه الفيديو بصراحه، انا ما اعرفش اي حاجه. في بقى نوع بيجي له السل يوم 13/2 الفجر، بيجي له مرض خبيث، تلاقيه قفل تليفونه ونزل يا جماعه دول انا في المستشفى هو في البيت، بس هو يعني مزنوق، هو اتزنق، ما كانش يعرف اليوم ده ايه، اتفضح فجاه. لا الناس كلها بتخرج واحمر ريحته طلعت. في واحد برضو اللي هو مصاحب اكتر من واحده. ده المحتاس بقى. ده المحتاس يا عيني. ده المحتاس ده بيقفل تليفونه بقى. ده بصراحه لا مكانه في تليفونه، ده بيهرب بقى، ده هجره غير شرعيه. لسه في حد بيحبه وبنرتبط وهي ويلا ونازلين ورايحين. لا هو في باور، يعني هو لسه في باور، يعني في ناس لسه عندها باور للحوارات دي كلها. مبدئيا انا شايف ان احنا نركز في الكوارث لانها ممكن تجي لك فجاه. يعني مره واحده حصل زلازل وبتاع ومش عارف ايه، فانت معلش نازل لي يوم 14/2 اللي هو يوم ملوش اي 600 لازمه اصلا، مش عارف نازل ليه، وعامل لي كده وماشي في الشارع، في ثانيه ممكن تلاقي نفسك مرفوع. انتوا الاثنين، ودي مش هتفيدك بجد والله. برضه نوع اللي هو مركبها الغلط يوم 13/2 بس قبل الساعه 12. الحق يا ابن اللعيبه، تركك لها على اي حاجه، قول له ايه بقى الحوار وزعق. هو ايه الدنيا؟ تخش بالسؤال ده، هو ايه الدنيا؟ وزعق جامد. يقول لك دنيا ايه؟ انت تستعبطي؟ تستعبط في ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ قول لها دي طريقتي لو كانت عاجباكي. ده انت عملتها في 2019 صح؟ عيب عليك، دي طريقه 2019. لا ناجحه ولا لا اسمع لا مش عجباني عنك، ما عجبتك، هو في ايه؟ انا اتكلم بالطريقه اللي انا عايزها بس كلمه خلص. وشوح تعملها امتى بقى؟ الفجر يوم 13 عشان ما تقولش عليك بيكس بتسيبها يوم فجر 14. فاهم؟ لو انت مش واخد بالك. وعايز بس اطلب طلب من الناس اللي هي بتأفور قوي في الاحتفالات والكلام ده كله، خلي بالكم علشان انتوا سبب فركشه ناس كتير قوي. مفيش حد بيحتفل بالحجم ده وبيعمل الحاجات دي كلها من جيبه، بيبقوا سبونسر لحاجات وبيكبروا الاكونتس بتاعتهم. مثلا تعالوا مطعم هنعزمكم وبتاع، ويتعمل لها ديت ودنيا، والبنات ما بقاش عندها رضا في حياتها وفاكره ان الكلام ده شغلهم. فما فيش حد 24 ساعه انا بفاجئ وبعمله كل حاجه مترتبه اصلا مع بعض. حبيبتي انت هتعيطي في الدقيقه 3 عشان وانا بمنتج ما تعبش. هبقى افتكر. ايوه بالظبط. لك يا معاذ، انا دلوقتي عايز افاجئها، يعني اعمل ايه؟ ايه الطرق اللي انا عايز؟ بص عايز اخضها كده، فاهم؟ تخضها؟ صاحب عليها. دي احلى مفاجاه تعملها. اقول لك على حاجه مش متوقعه، اللي هو عرفت اللي فيها وكده. يعني الواحد مخلص مش متوقع. يلا يا عم.